السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتي أكلات شهية مع لولا. اليوم غادي نبارطاجي معكم كيكة بالتفاح والكريمة اللي كتجي لذيذة، نتمنى تجربوها. ندوز دابا الطريقة والمقادير بحول الله. وهنايا غادي نبداو على بركة الله. هنا في الطحانة درت بيضة مع قبيصة ديال الملح، كاس لاروب ديال السنيده، وغادي نطحنهم مزيان حتى تذوب ليا ديك السنيده. عاد نزيد عليها نص كاس ديال الزيت، مع التضريب دائما. وغادي نضيف واحد كاس ديال الياغورت، كون فاني او اي نكهه بغيتو. وهنا غادي نضيف كاس لاروب ديال الماء عادي، وملعقه كبيره ديال طحين الفورص، وندير 6 المعالق ديال السميده ما يعادل كأس. عاد نزيد عليه كاس اخر هي 12 معلقه، وجوج خمارات ديال الحلوى، ونخلطهم مزيان تتخلط ليا ديك الخميره مع العناصر كاملين. الخليط بعدما تخلط كيولي على هذا الشكل غادي نخليه واحد 10 دقائق، 5 دقائق حتى 10 دقائق. وهنايا كيولي على هذا الشكل، كيجي عاقد. غادي نديرو في المول اللي دهنتو بالزيت ورشيت عليه الطحين. صدقوني هاد الكيكه ديال السميده كتجي خفيفه وصحيه. هنا بعد ما سرحت ديك العجينه ديال الكريم ديال عفوا ديال الكيكه، هنا غادي ندير عليها لا كريم باتيسيير. درت 2 معالق كبار ديال حليب نيدو، وكاس ديال الماء، ومعلقه ديال النشا، و2 معالق ديال السكر سنيده، وخلطهم مزيان فوق النار حتى عقدوا، وخليتها تبرد شويه. عاد درتها من الفوق الكيك، وغادي نسرحها مزيان من الفوق. ما تخافوش راه ما غاديش تهبط، غتبقى فوق الكيك. وهنايا خديت تفاح قشرته وقطعته على هذا الشكل، وغادي نديرو من الفوق. وغادي نسرحو مزيان من الفوق. هنا اللي باغي يدير الايجاص كيديرو.
وهنايا بعد ما كملت كاع داك التفاح اللي عندي، غادي ناخد دابا السكر الاسمر وغادي ندردو عليه من الفوق. ولا ما عندكمش تقدروا ديروا السنيده من الفوق، ولا عنده ديك لي بيبيس والشوكولا كيديرهم. وهنا مشعله الفران على 170 درجه من التحت، وندير الكيكه ديالي تطيب وتحمر، ونشعل عليها من الفوق غير يتحمر داك السكر من الفوق، نخرجها. بعد ما طابت ديك الكيكه كتجي على هذا الشكل، كتجي محمره. ها هي بعد ما قطعتها كتجي طبقه ديال الكريمه، ها هي ما كتهبطش كتبقى الفوق. ونتمنى تجربوها، ولا جربتوها ما تنساونيش بلايك وسبسكرايب باش يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.